الفل. سنة 221 قبل الميلاد، في ساحة كبيرة في الصين، كان في واحد واقف اسمه تشين شي هوانج. الراجل ده ما كانش ملك ولا حتى قائد قبيلة، لكنه كان حاجة أخطر بكتير. تشين شي كان أول إنسان في التاريخ يقرر إنه يقف قدام الناس ويقول لهم: أنا مش هحكم الإقليم ده بس، لأ، أنا هحكم كل اللي تحت السما دي. في اللحظة دي تشين شي ما كانش بيعلن نفسه ملك، كان بيعلن اختراع فكرة جديدة جدًا، وهي الدولة المركزية، والسلطة اللي ما لهاش سقف غير نفسها. وخلينا نوضح نقطة مهمة شوية علشان ما نخلطش المفاهيم. مصر القديمة عرفت الدولة المركزية قبل الصين بآلاف السنين، من أول توحيد القطرين. كان عندها إدارة وضرايب وجيش وسلطة واحدة واضحة. الجديد في تجربة الصين، خصوصا مع تشين شي هوانج، إنها كانت أول دولة مركزية في التاريخ، بتقدم شكل مختلف للدولة البيروقراطية شديدة المركزية. حاولت تفصل النظام عن شخص الحاكم، تخلي السلطة مؤسسة مش مجرد ملك. يعني الصين ما اخترعتش دولة مركزية، لا طبعا، مصر القديمة قبلها بكتير، لكن الصين طورت فكرة الدولة بشكل أثر في كل اللي جه بعدها. لو هنرجع تاني لأخونا تشين شي، فهنحتاج نسأل: هل اللي عمله ده كان ظلم ولا عدل؟ والأخطر، إمتى الإنسان قرر إن حد من حقه يقول: أنا هحكم البلد دي والناس دول؟ النهاردة في الزمن اللي إحنا فيه، إحنا متعودين على السلطة، حاسين إنها حاجة طبيعية يكون موجود رئيس أو ملك وحكومة وقانون. بس لو رجعنا خطوة لورا هنسأل سؤال محرج ليهم شوية: مين ادى الناس دي الحق في كده؟ وإمتى؟ وليه الناس وافقت؟ عشان كده سؤالنا في الحلقة دي عن إيه هي اللحظة اللي اتخلقت فيها فكرة الحكم نفسها. في البداية يا صاحبي العزيز ما كانش فيه دولة، كان فيه قبيلة وشيخ وكبير عيلة. جوه كل تجمع واحد أقوى شوية من الباقيين، ده بيخلي السلطة في إيده. عشان كده السلطة وقتها كانت مؤقتة وشخصية. يعني الكبير ده يقول لك في حرب، تمشي وراه، يقول لك حكمة، تسمع كلامه. لكن أول اختراع حقيقي للسلطة حصل لما الحكم خرج من كونه شخصي وبقى فيه نظام. حصل في بلاد الرافدين في العراق، حصل في مصر القديمة، وحصل في الصين. وظهر كيان جديد، كان له جيش ثابت، قوانين مكتوبة، وبيحصل ضرايب، ودولته ليها حدود. ومن هنا اتولدت الدولة. ده ما حصلش لأن الناس طيبة وكان عايز يبقى في نظام يدير حياتهم، لأ، ده حصل لأن الناس اكتشفوا أن الفوضى مكلفة جدا. فنعرف بكده يا صاحبي إن الدولة اتخلقت مش عشان تحقق العدل، لكن اتخلقت علشان التنظيم. يمكن ده سر إن السلطة في أي مكان في العالم لحد النهاردة بيطلع عليها النظام. في الأول، مع بداية شكل الدولة دي، الحكم كان بيروح للأقوى، بعد فترة بقى يروح للأذكى، وبعدين بقى يروح للابن، يتورث يعني. ده ما كانش لأن في حاكم قوي قدر يفرض ابنه على الناس من بعده، لكن لأن المجتمعات اكتشفت إن الوراثة بتقلل الصراع وتوفر الدم اللي بيروح في الصراع على السلطة. كمان بتعزز الاستقرار حتى لو بشكل صوري. وهنا يا صاحبي مع الوقت ظهر سؤال منطقي: هل الدم ينفع يكون سبب الحكم؟ يعني لو أبوك كان حاكم كويس، هل ده يديك ترخيص تحكم؟ أغلب الحضارات قالت آه، والشعوب كمان وافقت. مش حبا في الحاكم اللي مات ولا في ابنه، لكن خوف من البديل، لأن الفوضى دايما دايما كانت أسوأ من الحاكم السيء. دلوقتي احنا محتاجين نعرف ازاي السلطة اتكونت. يعني عرفنا ايه اللي خلى الناس تحتاج دولة وسلطة، لكن ازاي اتكونت، اتشكلت من ايه يعني؟ في لحظة تأسست أغلب السلطات على القوة: جيش، سيف، وكرباج. بس الغريب إن ولا سلطة كملت بالقوة لوحدها. حتى أكتر الإمبراطوريات بطشا احتاجت لأدوات مساعدة في الحكم، أدوات زي الأسطورة والدين ومبررات للشرعية بتاعة الحاكم. بمعنى أدق، يعني القوة كانت تفتح لك باب الحكم، لكن الأفكار هي اللي تخليك تفضل جواه. طيب يا صاحبي العزيز، إذا كانت السلطة بتقوم بالقوة، هل كده نقدر نقول إن الطاعة من الشعوب فيها قدر من الاختيار؟ يعني هل الناس بتطيع السلطة لأنها مقتنعة، ولا لأنها متعودة، ولا لأنها خايفة؟ في تجارب نفسية حديثة اتعملت على ناس عادية جدا كانت بتأذي غيرها لمجرد إن حد لابس بلطو أبيض، اللي هو الدكتور اللي بيعمل التجربة يعني، قال لهم اعملوا كده. ده معناه إن الطاعة مش دايما قرار واعي. أحيانا كتير بتكون الطاعة راحة، أو هروب من المسؤولية، أو بحث عن شعور بالأمان. ده اللي أصحاب السلطة فهموه بدري جدا. من قلب فكرة القوة والطاعة كان طبيعي في أغلب التاريخ يكون الحاكم القوي محارب، ويكون السلام هو المرحلة المؤقتة بين حربين. وده يا صاحبي لأن الحرب فعليا ليها شوية فوائد لأي حاكم. خد عندك: حرب بتوحد الناس، بتبرر القمع، بتدي الحاكم دور المنقذ اللي بيحمي شعبه من الأشرار اللي بره دول. لكن السلام بيكشف العيوب اللي في النظام ويخلي الناس تسأل عن حاجات كتير
ويخلي السلطة محتاجة تبرر قراراتها وتصرفاتها. عشان كده مش كل سلطة بتحب السلام، مش لأنه ضعف، لكن لأنه اختيار صعب ليهم شويتين. ولو هنجمع كل اللي قلناه ده عن نشوء الدولة وتشكل السلطة وطبيعة الحاكم، لما نجمع كل ده مع بعضه تكتشف إن السلطة مش شر مطلق ولا خير مطلق طبعا، لكنها اختراع بشري اتعمل عشان نعيش بشكل أفضل، مع إنها أحيانا بتكون سبب في إننا نتأذي ونأذي غيرنا. عشان كده في رأيي أخطر لحظة في تاريخ السلطة مش لما أول واحد قال أنا هحكم البلد دي والناس دول، لكن لما الناس شافت إن ده طبيعي.